وبعد كده اتكلم في سلبيات وصدقوني ما حدش في الجهاز ابدا بيتضايق من الكلام في السلبيات طالما يعني في الاثنين بنذكر ده وبنذكر ده. على ذكر منتخب مصر في مفاجاه شويه في موضوع، هي مش مفاجاه، هي الحقيقه يعني بقى لنا فتره، انا بقى لي فتره عارفها او بقى لي فتره بطقس فيها وبسال فيها وببعت فيها وبراسل فيها، لكن قلت ان يبقى افضل توقيت هو بعد ما ان شاء الله المنتخب يفوز على زيمبابوي، وده حصل فعلا. كل الكلام دلوقتي بما ان احنا خلاص على بعد نقطتين رسميا وحسابيا من الوصول للمرحله النهائيه، الكلام كله كان على قصه التصنيف. احنا تصنيفنا رديء يعني مفيش كلام، دي حاجه معروفه يعني. وتصنيفنا هيبقى لما ان شاء الله باذن الله هنبقى من ال10 فرق اللي هتصعد الى التصفيه النهائيه، هنبقى اكيد في الخمسه اللي تحت، ده 100%. لكن مين قال في البدايه او منين ظهرت فكره انه التصنيف هيبقى ليه فرق في المرحله النهائيه؟ دي قصه ظهرت كده في ظروف غامضه، فالواحد قرر ان هو ايه، يعني انا كل يوم الحقيقه بقعد بنقلب مثلا على النت كده نشوف ايه الاخبار وبتاع، بس ده موضوع استوقفني، قلت اشوف بقى حسبته او يعني جزئيته بالتحديد. انا ما بقولش ان انا اول واحد اقوله، قد يكون في زمايل قالوه قبليه مثلا على المواقع الانترنت او كده، الله اعلم، انا الحقيقه ما شفتش يعني، بس جايز او في حد سال فيه قبليه جايز برضو، لكن انا ما شفتهاش الحقيقه على اي برنامج رياضي، فقلت ان انا اوضحها لحضراتكم. يعني في لائحه الاتحاد الافريقي الموضوع فيما يخص الوصول لكاس العالم في اكتر من نقطه. انا عايز اقول لكم الاتحاد الافريقي قايل ايه بالظبط في جزئيه الفرق اللي هتصعد للتصفيه النهائيه، ال10 اللي هيصعدوا دول هيتعاملوا ازاي والقرعه هتتعمل ازاي، وهل الاتحاد الافريقي بيعترف بالتصنيف ولا لا، هل هيفرق ولا لا. هقول لكم بالظبط التصنيف بيفرق في ايه، او الاتحاد الافريقي قايل ان التصنيف بيفرق في ايه ومش بيفرق في ايه. اللي هيظهر قدامكم ده لائحه الاتحاد الافريقي من على موقع رسمي الاتحاد الافريقي. الكلام يبقى عشان يبقى واضح. هو طبعا اللائحه كامله من الاول خالص، الجوله الاولى راوند 1 اللي هي احنا عندنا 52 اتحاد في افريقيا، 52 اتحاد محلي، يعني مثلا مصر اتحاد، السودان، اثيوبيا، مش عارف ايه، 52 فرقه. فعندنا 52 فرقه دول لما بييجوا يعملوا تصفيات كاس العالم، دي اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، ال 52 دول بيقول لك ان اقل 24 منتخب في الترتيب، ذا لوست رانك 24 دول بيبقوا حاجه. سيبكم من كل ده، طبعا هم بياخدوا اقل 24 منتخب علشان يصفوهم، يصفوا منهم 12 يبقوا موجودين مع ال 28 التانيين، يبقى كده 40 فرقه. هم عايزين يوصلوا ان يبقى في 40 فرقه. طيب سيبكم من كل ده مالناش دعوه بيه، لان احنا ما كناش من اقل 24، لكن انا بجيب ده ليه؟ لان هنا الاتحاد الافريقي مستخدم كلمه التصنيف، يعني قايل انه اقل 24 فرقه في التصنيف هيعملوا كذا 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 كذا. اذا الاتحاد الافريقي عنده كلمه تصنيف دي بتفرق معاه، بتفرق معاه، دي جزئيه مهمه قوي. فعمل ايه الاتحاد الافريقي؟ عشان من ال 52 اخذ اقل 24 لعبوا ذهاب وعوده وخرج منهم 12 مع 28 فريق موجودين اصلا، بقوا في 40 فريق، دول وصلوا راوند 2 اللي هي المرحله بقى الثانيه. هنخش على راوند 2 اللي بعدها، هي دي بقى في 28 فازوا في الذهاب والعوده، زائد ال 28 بقى في 12 فرقه فازوا في الذهاب والعوده، زائد ال 28 اللي موجودين اصلا اللي هم افضل 28 فريق في التصنيف الافريقي، عملوا 40 فريق. فبيقول لك هنا ان هم هيعملوا مجموعات، 10 مجموعات، هيلعبوا ذهاب وعوده، الاربع فرق كل فرقه هتلعب الثانيه مرتين. طيب هتنزلوا برده تحت شويه في الالوكيشن بوست اللي موجوده في اللي قدامكم دي حضراتكم دي، هتلاقي ان هو بيقول لك ال 40 فريق دول هيتقسموا 4 تصنيفات، يعني في تصنيف اول وتصنيف ثاني وتصنيف ثالث وتصنيف رابع، واحنا كنا تصنيف اول دي اكوردنج لايه او بناء على ايه؟ بناء على تصنيف الاتحاد الدولي في يوليو 2011. يعني احنا لما جه يتحدد المجموعه بتاعتنا دي اتحددت بناء على التصنيف. المجموعه اللي احنا فيها دي كنا احنا على راس مجموعه عشان التصنيف، اذا برضه في الاتحاد الافريقي بيعترف بالتصنيف لغايه هنا، كل ده التصنيف فيه مؤثر. طيب راوند 3 بقى اللي احنا ان شاء الله هنوصل لها اللي جايه دي، بيقول لك ال10 فرق اللي فازت بمجموعتنا ان شاء الله احنا واحده منهم اللي فازت بالمجاميع. طيب ما فيش بقى هنا، شوفوا اقروا بالظبط ال10 فرق اللي فازت دي هتتاهل راوند 3. طيب ال10 فرق دي هتتقسم 5 و5، هيلعبوا ذهاب وعوده. الماتشات هتتلعب من 11 اكتوبر الى 15 اكتوبر، ومن 15 نوفمبر الى 19 نوفمبر، والفايزين يصعد كاس عالم. ما شفتش كلمه تصنيف في الثالثه، مع ان موجوده في الاولى والثانيه. يعني انا الاولى والثانيه انا عارف ان هي ما تهمش حضراتكم قوي لان خلاص خلصوا، لكن انا جبتها لانه فيها كلمه التصنيف. طيب الثالثه فيها كلمه التصنيف؟ ما فيهاش كلمه التصنيف. اذا فموضوع تصنيف الاتحاد الافريقي ده الى الان، وبعدين انا راسلت الاتحاد الدولي ولجنه المسابقات من زمان
من فتره، والكلام ده الى الان ما كانش فيه اصلا اجابه. يعني الاجابه كانت انه الامور لسه القصه دي ما حدش، يعني الراجل بالظبط اجاب اللي هو رئيس لجنه المسابقات قال لي بالظبط انه ما فيش حاجه ذكرت ان التصنيف بيفرق. ما فيش اي حاجه ذكرت ان التصنيف بيفرق، وهنا ما فيش حاجه ذكرت ان التصنيف بيفرق. الكلام ده امتى طلع؟ في 2011، يعني وقت ما قالوا طريقه التاهل لكاس العالم عملوا الطريقه اللي حضراتكم شفتوها دي، وما ذكروش كلمه كده. طيب في اوروبا بتتعمل ازاي؟ في اوروبا بتفرق التصنيف شويه، لكن في الاتحاد الافريقي غير. وخلوا بالكم ان طرق التاهل لكاس العالم في العالم كله مختلفه، في امريكا الجنوبيه غير اوروبا غير افريقيا، كل اتحاد له طريقته. ما احنا الاتحاد الوحيد اللي بنعمل 10 فرق يلعبوا بعض والكسبان يروح كاس العالم. يعني كل الدنيا بتعمل مجموعه، والاول بعد ما بيتعب وبيشقى بيروح كاس العالم. لكن احنا عندنا دلوقتي انت ممكن تشقى وتتعب في افريقيا تبقى اول مجموعتك وتخسر في الذهاب والعوده وتطلع بره عادي خالص، وممكن تكسب وتصعد برده عادي. فهي في النهايه الاتحاد الافريقي بيعتبر ان ال10 فرق اللي تاهلوا دول فرق قويه كلها، فقد يكون التصنيف مش فارق معاه قوي مثلا، الله اعلم هل هيبقى في تصنيف ولا لا. لكن انا بقول لكم ان الاتحاد الافريقي الى الان اهو دي اللائحه اللي قدامكم لحضراتكم، مفيش موضوع تصنيف على الاطلاق. ده الى اللحظه اللي احنا فيها دي. لو عمل تغييرات بقى ده موضوع تاني، لكن اشك برضو ان يحصل تغيير، لان دي حاجه خلاص. يعني دي حاجه دلوقتي لما بتغير في النظام بعد ما بتقرب بيبقى دايما فيها شبهه تلاعب دايما، وما اعتقدش الاتحاد الافريقي يحط نفسه في الشكل ده يعني. فالى الان التصنيف ليس له اي دخل في قصه تاهل المنتخبات الى كاس العالم. واخر حاجه هقولها عن المنتخب، على فكره المنتخب ان شاء الله هيسافر بكره الى موزمبيق علشان يقعد بقى هناك. خلاص طبعا مش هيبقى فيه وقت الرجوع بقى والذهاب مره ثانيه.